صباح الخير او مساء الخير حسب تسمعوني امتى. النهارده هنتكلم عن اكتر حاجه يعني في القناه بتسال عليها، واكتر حاجه اعتقد يعني 60% من الاحصائيات اللي عندي على اليوتيوب بتقول ان كلكم عايزين تعرفوا المجال بتاع ديكور. عامله ايه يا ليلى؟ الحمد لله. من زمان عايزه تدخلي ديكور ولا على الله؟ لا، هي مش على الله قوي عرفتي منين اصلا؟ منك. والله العظيم ما كنتش اعرف في الكليه اصلا ان في حاجه اسمها فنون تطبيقيه اصلا. انا اعرف فنون جميله، لكن فنون تطبيقيه بقى عرفتها منك، يعني بعد ثانويه عامه على طول وفيديوهاتك عرفتها. وندمتي يا ليلى؟ لا طب لا، الحمد يعني لله. الحمد لله بدعي رغم لك على طول. الصعوبات ما هي دي محتاجه محتاجه قعده. بقى ما احنا جينا قعده. احنا جينا قعده عشان موضوع مهم. ايه توقعاتك عن ديكور ولما دخلتي لقيتي ايه؟ هو انا كان عندي فكره مبدئيه عنه، لان في العيله عندنا مجال بتاع عماره موجود يعني وكده. فاساسا انا كنت عايزه اخش عماره بس اصلا اه ف... فانا حابه القسم ده، بس قلت مش هدخله. يعني انت لو سالتي اي حد من صحابي بعد اعدادي ليلى داخله قسم ايه، هيقولوا لك حلي. اصلا حلي ومعادن. لان انا عارفه صعوباته، ولازم الناس تبقى عارفه ان هو قسم مش هنروح نلون كرسي ومعرفش والحيطان هي مش كده. هي فيها صعوبات وفيها ضغط معنوي وضغط بدني زي اي قسم موجود في الكليه. ده غير بقى ان الشغل كمان متعب، اذا كان بقى اسمنت، رمل، سباكه. يعني هو مش مجرد الوان. مش الديكور بتاع البيت. بالظبط، هو مش الديكور بتاع البيت. يعني انا بدرس تصميم، بدرس فراغ، بدرس ازاي اريح هنيجي الانسان ده. لكل ده نفصصه واحده واحده بالظبط، عشان هنفصصه. محتاجين نتكلم عنه. فكان عندي معلومات عنه، فقلت لا انا ابعد. لا لا لا، انا مستحيل اخش القسم ده، بس انا بحبه، فاهمه يعني انا بحب القسم. ده الحب التوكسيك. ايوه. ايوه انا عارفاه، ده جلد الذات اللي احنا ايوه فانا ايوه لا 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 لا، انا مستحيل اخشه واروح اسال بقى كل الاقسام عشان اقنع نفسي بقسم تاني. وبجد الاقسام كلها حلوه جدا. وبعدين رسيت خلاص على حلي ومعادن. يعني هي بصي ربنا ييسرها. قبل ما نكتب الرغبات باسبوعين استخاره بقى وكده بس. وبعدين لقيتني بكتب تصميم داخلي رغبه اولى. ومن هنا بدات اللعنه. بدات طيب نحاول نتكلم بقى على اصلا هو ايه ديكور. يعني ايه القسم بتاع ديكور ده لما بتدخلي بتدرسي ايه؟ تمام. هو اصلا كاسم، يعني لو بقى دخلنا القسم ده، اسمه تصميم داخلي واساسي. انت عارفه ان انا اصلا اتعمل عليا كوميكس بسبب الحوار ده؟ والله العظيم اتعمل عليا كوميكس. انت ازاي تقولي على تصميم داخلي واساس ديكور؟ اصل الدكاتره هم بيقعدوا يقولوا لنا كده، اصل هو ديكور، انت قسم زخرفه بالانجلش ديكور، احنا بقى انتيريور ديزاين اند فرنتشر. فهو من اسمه تصميم داخلي واساس، لكن احنا بندرس اكتر عن الفراغ نفسه. وبيتقسم على مدار الاربع سنين، اذا كان سكني، تجاري، اداري، سياحي بس. وبنبدا بقى ندرس كل فراغ ده بيحتاج ايه، المساحات بتاعته ايه، طب انا المفروض اراعي ايه. كل الستاندرز بنعرفها، واساسيات التصميم بتاعه الفراغ، ازاي يبقى مريح لعيني، اختار الوان ايه، اضاءات ايه، الحاجات دي كلها. طبعا مش كل حاجه بناخدها في الكليه، بس هي بتحط لنا الطريق. وبرده برامج، وبرامج مش كل حاجه. وده طبعا اللي يفرقنا بين ان حد بياخد كورس بره، او يعني مش في مجال الكليه اصلا، وانه حد واخد شويه كورسات. لانه انا مستحيل هعمل مثلا تصميم حلو وانا بس عارفه البرنامج ايه. هو برنامج عباره عن تول بقدم بيها فكرتي، بس مهم جدا. وبقيت البرامج متنوعه باشكال كتيره جدا، ولازم نبقى عارفينها. الاي اي كمان دخل، لازم نعرفه، لانه بس اعتقد ان هو هيسهل عليكم برضه هيسهل حاجات. علينا. ولو ما استعملتوش ما ابقى تلومش غير بغلط في نفسك. بالظبط. لانه اللي جاي كله كده، فانا ما ينفعش ابقى قدامي التول دي وما استعملهاش او ما اتعلمهاش حتى، لان انا هتخرج الاقي الناس كلها بتستعملها وانا اللي مش فاهماها. ايه اكتر المواد؟ يعني احنا ما بنتكلمش في اعدادي بقى دلوقتي، خلاص بقينا خلاص دخلنا في اولى وكبرنا وبقينا. اولا انت عندك كام سنه؟ 20. ده بقى يعني دي الحاجه اللي مخلياني اصلا جايبه ليلى ليه، لان انا في حاجه كده متاخده غلط اصلا. فكره ان انت كل ما تبقى اكبر سنا كل ما تبقى شاطر اكتر. كل ما تبقى اكبر سنا ومثلا في رابعه كليه هتبقى اشطر. انا شايفه يا جماعه ان والله العظيم في ناس في اولى وتانية اشطر مني. 20 سنه دي ربنا انت في سنه كام؟ يفرجك. انا دلوقتي في تانية تخصص.
يبقى لها سنتين في التخصص. مش من عادتي اني بطبل لحد ولا بجامل حد ولا وانا وليلى ما كناش صحاب قبل كده يعني والله العظيم. بس الفكره كلها لما بنلاقي حد شاطر انا ببقى مبسوطه من ده. انا عارفاها من السنه اللي فاتت، عارفه تطور في نفسها وعارفه تشتغل على حاجات انا شفت ناس في رابعه مش عارفه تشتغل عليها. فعشان كده انا بسالك، انت دلوقتي انت في تانية، اول ما دخلتي اولى ايه اكتر حاجه بقى حسيتي ان هو ايه ده، ايه اللي انا بعمله، انا ايه اللي جابني هنا؟ رسم معماري. اشمعنى؟ مادة كلها خرسانة بقى ورسم تنفيذي والحاجات دي كلها، فدي طبعا ديتيلز ودقيقة جدا، غير انها مادة صعبة برضو شوية. انا عارفة ان هي موجودة، بس هي عارفة بعيدة عن التخصص شوية، بس احنا لازم نبقى فاهمينها. واي حد هيشتغل تكنيكال او هيبقى شغال مثلا مع مهندس معماري او كده، فالورق ده هو اللي بيبنوا بقى عليه باقي الشغل التاني، فلازم نبقى فاهمينه كويس قوي. وهي مادة طويلة، وطبعا الترم بيبقى قصير والتاسكات كتيرة، وانتي لسه في بداية السنة مش عارفة انت بتقول ايه، طب انت بتعمل ايه، وبتتحطي. فدي كانت بصراحة مادة تقيلة شوية، بس الحمد لله يعني. ايه الحاجه اللي خليتك مثلا في الماده دي حسيتي ان انت يعني بدات اخد نفسي او بدات اطور في نفسي فيها، او عارفه مش هبقى شاطره فيها جامده بس اللي هو عرفت اتعامل معاه؟ الكتب بتاعة الإنشاءات موجودة في الكلية، وفي حاجات على النت برضو احنا بنقعد يعني عارفة كل دفعة بتقعد تبعتها تبعت للدفعة للي الأصغر قبلها. وكده. تفاصيل بقى يعني مثلا تفصيلة باب، تفصيلة شباك، الحاجات دي كلها بتدوري عليها على النت، بس دوري بالإنجلش يعني محدش يدور بالعربي. يعني هيلاقي حاجات بس مش زي الانجليش، هيلاقي تفاصيل اكتر والحاجات بشرح اكتر وكده. وبعدين يبقوا ترجموا براحتكم ويسالوا معيدين، يعني احنا عندنا المعيدين الحمد لله متجاوبين وبيساعدوا الحمد لله يعني، ونتدرب كتير على الرسم. طب هل في حاجه بتبقى على اليوتيوب او كده بتساعدكم، ولا انتوا بتعتمدوا بس على الحاجات القديمه او كتب؟ على اليوتيوب لا، لان هو اساسا دلوقتي بقى الرسم المعماري ده ما بيترسمش بالايد، الخرسانه هتتحط بعدها هيتحط الدهان، ان طب انت هيتحط محتاج معرفش التصميم ايه. بتاعك انت اللي يتنفذ، هو صح؟ مش التصميم، هو المبدأ بتاع المبنى نفسه ايه. انا بدرس الحاجات اللي تحت، الحاجات اللي انا مش شايفاها اصلا، فانا لازم ارسمها عشان بعد كده ابدا بقى احط الحاجات اللي انا شايفاها. فلو حد هو مش عارف الحاجات دي هتبقى الموضوع صعب. مثلا بناخد فيها السباكه دي فيها، والخط بتاع الميه رايح فين والكلام ده كله، فدي انا حاجات مش شايفاها. انت بتخشي حمام مش عارفه الماسوره رايحه فين جايه منين، وفي ناس كتيره ما تعرفش عنها عن الحاجات دي خالص. فدي طبعا بندور على النت فيها، وكتب اكتر من فيديوهات، لان بيبقى مرسوم فيها الحاجات دي فبتعرفي تفهمي منها. نظريات لون مثلا دي بنقعد نلون كتير قوي، رسومات كتيرة قوي وتقعدي بقى تلوني لكذا طريقة، عايزة تبيني مثلا الأوضة فيها كونتراست أو هارموني أو كده، فبيبقى فيها تاسكات كتيرة قوي وكلها جواش بقى وكده، فانت عارفة الجواش بقى 3 سنين عقبال ما نتعلم الجواش بيتحط الميه فيه قد ايه؟ طيب انا في حاجه برضو يعني مهمه اعتقد هتبقى سؤال لكل اي حد شوفي لاي حد هيدخل ديكور. انت كنت بتعرفي ترسمي قبل كده؟ أنا شخصيا ده ساعدك لما دخلتي؟ ساعدني طبعا، ما بتواجهيش صعوبة ان انت لسه بتتعلمي، انت بتعرفي اصلا. طبعا في ماتيريالز كانت اول مرة استعملها في حياتي، بس عارفة الواحد هو عارف غير هو مش عارف. بس معايا صحابي كتير جدا ما كانوش يعرفوا خالص الرسم، والحمد لله يعني شاطرين وشغالين في الكلية يعني، مش لازم يبقى مش شرط يعني. انت اكيد برضو حتى لو انت بتعرفي ترسمي اكيد في حاجات طورتي نفسك فيها. فدي سؤال مهم، انت طورتي نفسك ازاي، او ايه الحاجات اللي كنتي حاسه ان انت مستحيل تعرفي تعمليها؟ واعتقد حياتنا كلها بنقعد نقول كده ان احنا مستحيل نعرف نعمل الحاجه دي، ولقيتي نفسك تعرفي تعمليها مع واحده بتطوري من نفسك فيها. عارفة السكتشات اللي هي بتيجي على الانستجرام بتاعت الماركرز والحاجات اللي هي بتبقى دي الفظيعه دي؟ ايوه انا كنت ببص عليها دايما، اللي هو انا نفسي اعمل حاجه كده، بس عارفه ايوه اصل انا ايه فمره كنت داخله على ليلى ولقيت نوتة كده، والله العظيم مش تجسس ولا حاجه، بس النوتة كانت مفتوحه فداخله وهي بقى مندمجه وبتاع فلقيتها عماله تجرب في حاجات تقريبا ده اظهار معماري، حاجه شبه اظهار معماري. فانا اصلا ايه بصلها كده اللي هو مين اللي عامل الحاجات دي النوتة دي بتاعت مين كانش باين على سنها ان هي تعرف تعمل الحاجات دي. الاظهار المعماري ده اعتقد يعني
بيقعد كتير قوي عقبال ما تعرفوا تعملوه. بصي هي فيها شويه احساس، بس انتي بتحاولي تجيبي صور وتقلديها. يعني ما تحاوليش وانتي بتتعلمي ان انتي هتحطي لون كذا او لون، يعني تجربي انتي في الالوان. يعني نشوف صورة حلوة معمولة بشكل حلو، اعرف انه الشكل ده عينيكي هتاخد على الاشكال الحلوة ايه، الدرجات الالوان دي بتبقى زي باليتات الالوان اللي بنشوفها على بنترست او كده. انا عيني هتاخد على النسب المظبوطة، هعرف ارسم مظبوط. لكن ما جربش انا دلوقتي عايزه ارسم كرسي ارسمه من دماغي وانا ما رسمتش كرسي قبل كده. ما لازم يبقى قدامي ريفرنس اشتغل بيه عشان ايدي تظبط واحده واحده. المنظور طبعا مهم جدا علشان اعرف ارسم الحاجات دي. بعد فتره هتلاقي نفسك عادي بقيتي تعرفي تعملي السكتشات سريعه، بايدك. ودي مهمه في مجالنا. لان انتي ان شاء الله يعني في الشغل بقى وكده، انتي بتشرحي للعميل الفكره بتاعتك، اكيد مش هنفتح اللاب ونقعد نعمل 3 دي ماكس او اي برنامج انا بستعمله واوري له فكره. انا المفروض برسم سكتش سريع اوري له الفكره دي ايه، حتى لو ما كانش بالوان او اي حاجه يعني، بس الفكره ظهرت. تمرين الايد دي حاجه مهمه جدا، ومن صور حقيقيه حتى لو حاجه عندنا في البيت، من صور موجوده فعلا. وبعد كده بقى الخيال يشتغل براحتكم، بس يبقى في اساس. طب هقولك على حاجه برضو عشان الناس برضو تفهم، انتوا اصلا بتعملوا ايه في القسم؟ يعني ايه المشاريع اللي بتطلب منكم وايه الستبس اللي بتمشوا عليها؟ اوكي. قولي مثلا مشروع خدتوه واستخدمتوا ايه، يعني من اول ما خدتوا المشروع لحد ما خلصتيه. كان مشروع تجاري، فهو كان محل. هما ادونا البلان بتاع مول مصر وقالوا لنا نختار. يعني ايه بلان؟ انا يعني ايه بسأل بلان؟ علشان اوكي. اكيد ناس البلان هتسأل. هو يعني احنا لو مسكنا المبنى كده بصينا له من فوق، احنا هنشوف بقى الاوض اللي موجوده فيه او المحلات اللي هي فيها. احنا لو مسكنا الشقه دي مثلا كده، فاحنا هنشوف ان هنا في صاله، هنا في اوضه، هنا فاحنا بنبص عليها من فوق. فده البلان بتاعنا. فهم ادونا البلان بتاع المحل، بتاع سوري مول مصر، وقالوا لنا نختار مساحه معينه واعملوا فيه المحل اللي انتوا عايزينه. واول حاجه بتطلعي كونسبت. كل الاقسام عندنا طبعا اي حاجه بيعملوها بيبقى في ليها كونسبت. المدارس مثلا فنية، ولا مثلا الكونسيبت بتاعكم بيبقى الاكتر بيبقى عبارة عن ايه؟ لا هو حاجة مثلا ستايلات شفتوها عن ايه؟ لا هو عادي ملهاش علاقه ده يعني. فكرة جت في دماغك؟ بص يعني مثلا حد عامل مثلا كافيه، فمثلا استلهم الكونسيبت بتاعه من حبة البن، ويبدأ مثلا يفكك الشكل ده لغاية ما يطلع توزيعة البلان بتاعته بالشكل ده. مم. الألوان مثلا ممكن ياخد منها الألوان، مم. ممكن وهكذا. فالكونسيبت مش شرط يبقى ليه علاقة بالموضوع قوي، ممكن يبقى حاجة بره الموضوع خالص. يعني مثلا أنا بحب الأشكال الهندسية فأنا هستلهم منها ومش مهم الموضوع. ممكن حد هيعمل مثلا محل فواكه، فده بقى عارفه التصميم تعبيري قوي، اللي هو هعمل المحل على شكل برتقانيه، هعمل فهمت. محل ايس كريم يبقى على شكل ايس كريم. فهو في واحد في الكونسبت. اكتوبر والله العظيم، اصلا انا اول ما قلت كده افتكرته، عامل المبنى كله اصلا على شكل كاب قهوه، كاب لاتيه. اه. انا اتوهمت، اللي هو الله، مصر بدأت تعمل حاجات حلوه كده بجد، شكله حلو قوي. أمم. ففعلا بيحسسك ان انت ريليتد قوي بالحاجه اللي اه. انت بتعمليها، فبيديكي حاجه مختلفه. ده نوع من انواع الكونسبت، بس بيبقوا عايزيننا في الكليه ان احنا نبعد عنه شويه. ليه؟ لانه هم عايزين يطلعوا منك افكار اكتر. يعني دي الفكره اللي هي او عارفه اول ما هتيجي في دماغك معلش. بالظبط. ففي حاجات بتبقى مثلا رمزيه، يعني بترمز للحاجه من غير ما تبقى واضحه قوي. يعني عارفه لازم بقى تقعدي مع المصمم وتسمعيه كده عشان تعرفي الموضوع. مم. في حاجات انت ممكن ما يبقاش ليها علاقه بالموضوع اصلا زي ما قلت لك، بس ده اللي انا اشتغلت عليه عشان اعمل بيه البروجكت بتاعي. طب انت اخترتي ايه؟ انا عملت مكتبه واخترت الواحه كونسبت للفكره. يعني مثلا احنا في المكتبه عموما قليل قوي الناس اللي بتقرا دلوقتي. ده مكتبه كتب مش مكتبه مكتبه كتب، عاديه، ماشي. الفكره بتاعتي ان انا عايزه اخلي الناس تقرا. الواحه برضو في الصحراء هي مصدر المياه الوحيد، يعني الكائنات الحيه اللي موجوده او النباتات ده مصدر الحياه ليهم. يعني الصحراء مفيش خالص. حسيت ان المكتبه دلوقتي هي كانها زي مصدر العلم او المعرفه بتاع الناس عشان تيجي تقرا. فحسيت ان انا لو خدت الموضوع ده وان انا استلهمت من الاشكال بتاعه الكثبان الرمليه والدرجات الالوان بتاعتها، اخلي فيه زي راحه نفسيه ان الواحد يبقى عارفه كل ما الواحد يقرب للطبيعه كل ما بيبقى مستريح اكتر. والدرجات اساسا انت بترتاحي لها، مفيش حد ما بيرتاحش الالوان الطبيعه يعني. فحسيت ان الكونسيبت ده هيبقى لايق معاها. وبس، وبدات اعمل بقى المكتبه.
طب بتبدأ بعد خلاص احنا اخترنا البلان واتوافقت عليها واخترنا الفكرة واتوافقت عليها، بتبدأوا تعملوا ايه بقى؟ سكتشات. ماشي، سكتشات عادية، ورق عادي، اشكال على بتعملوا ايه شفافات. يعني بتعملي سكتشات لايه؟ اول حاجه بتبداي بالبلان، يعني هوزع الحاجات ازاي، هيبقى مثلا هنا في قاعده، هنا في المكتبه، هنا طب على نص هيبقى في مثلا جزء للخدمات، حد يشرب قهوه او حاجه كده. تبداي تجهزي الفراغات بتاعتك، ايه هي الفراغات اللي هتبقى موجوده عندك، وتبداي توزعيها. طيب دي المفروض تبقى قريبه من دي علشان يبقى اسهل للناس. والنسب بقى والحاجات دي وكل كلها بتبقوا النسب عاملين دي حسابكم عليها؟ بالظبط من فوق تبدأي تشتغلي كل حاجتك من فوق. في ناس بتحب تشتغل المنظور الأول، تبقى عارفة الفكرة عامة، وبعد كده تبدأ بقى توزيع تحطها البلان. في البلان. يعني دي حاجات كل واحد على حسب هو أنا بصراحة بحب أعمل منظور الأول، انت يعني بتتخيلي الحاجة الأول أتخيل عشان أشوف الحاجة شكلها عامل ازاي. وبعد كده أبدأ أطبقها على اللي تحت. يعني أنا ببقى عارفة إن أنا محتاجة مثلا مكان مثلا للكيدز، مكان للناس، كذا قاعدة مختلفة عشان لو حد كبير، حد صغير، شباب، ناس عايزين تتصور، يعني يبقى في كذا مكان عشان يجذب الناس لانها تخش المكتبه. انت عارفه طبعا الناس دلوقتي ما بتقراش، فانا عايزه اجذب الناس دي، هجذبها ازاي؟ مثلا مكان يقعدوا عليه على الكمبيوتر يسمعوا طب انتوا بتصمموا بقى حتى الحاجات دي، يعني مثلا بتصممي مثلا الكراسي، تصممي المكتبة، ولا بتبقى حاجات عادية؟ براحتك، انت ممكن مفتوحه لك، تحطيها عادي ممكن تحطيها عادية، عادي وممكن تلعبي فيها. بالظبط، لان احنا اساسا في ماده تانية اسمها تصميم اساس. دي بقى بنبدا نصمم، يعني بيبقى عندك البروجكت بتاعك ان انت تصممي وحده الاساس دي. لكن في التصميم السكني او التجاري او خلال ال4 سنين اداري وسياحي، لا انت مش مطلوب منك ان انت تعملي الكرسي نفسه او الحاجات اللي انت عاملاها، ما عدا لو الطلب في المشروع. ممكن تجيبي كرسي موجود وتبقى المهم يبقى الفكره كلها موجوده، وان انت تستخدمي حاجات تعبر عن الفكره دي. يعني أنا عشان اعمل الكثبانه الرمليه دي، فانا خليت المكتبه تبقى ببارامترك. يعني ايه بارامترك؟ عارفين الحاجات اللي هي بتبقى الخشب جنب بعضه كتير ومايل وهكذا، فهمت. عشان يديني الاحساس ده. وبعد كده الرفوف بقى بتاعه المكتبه عليها والحاجات دي كلها، الوان الارضيه، يبقى في كيرفات، ما تبقاش خطوط مستقيمه. ما انا لو استعملت خطوط مستقيمه هبقى فين يعني الكثبانه هيبقى الرمليه كلها شارب بالظبط. قوي، فحد قوي، فما لهاش الراحة اللي احنا بنتكلم عليها. بالظبط، مش هيبقى كونسبت، يعني ابقى بعدت عن الكونسبت اللي انا ماشيه بيه. بس فانا مثلا برتاح ان انا اعمل منظور الاول، اتخيل بيه الشكل العام، وابدا بقى اطبقه على البلان. يعني احنا مثلا في الكليه اول سنه في التخصص بناخد كاد. ده في تطور، ده بقى بيدخلوا كده، ده في بناخد تطور على فكرة، من تقريبا من 2 3 ما كانش فيه تقريبا يعني. بجد؟ على سنتين خبرتي 3 انا ما الصغيرة كنتش اللي انا بس موجوده. اللي بقولها، يعني حوالي 3 سنين مثلا. اول ما انا دخلت الكلية ما كانش فيه اوتوكاد ولا 3 ولا 3 دي 3 دي ولا ماكس؟ اي حاجة. لا احنا خدنا في اول سنه كاد، وتاني سنه خدنا، او يعني السنه دي يعني خدنا 3 دي ماكس وراينو، الاثنين برامج موديلنج. بس الراينو ميزته في الحاجات الكيرفات والحاجات المعقده اكتر، بيعملها بشكل احسن واسهل. هي البرامج عماله تزيد، ولازم يبقى عندنا علم بيها عشان اعرف كل حاجه استعمل لها انهي برنامج احسن. بره بقى يعني بتاخدوا كورسات في ايه، او ايه اللي بتحاولوا فالبرامج تحسنوا دي نفسكم؟ يعني هم بيدوكوا الاساسيات مثلا، وانتوا بالظبط، بتحاولوا تطوروا من المهارات بتاعتكم فيها. بالظبط. طب ويستحسن ان وبتاخدوا انت تبقي داخله تانية وانت عارفه البرامج، حتى لو برنامج واحد، بس تبقي عارفه، لان انت هتشتغلي بيه. انت طول الترم بتاخدي اساسيات، بس انت في عندك مواد تانية انت فعلا شغاله بيهم. طب وبعد ما بتخلصي، يعني انت خلاص خلصتي البلان وخلصتي على البرامج، بتسلموا بقى ايه؟ بتسلموا بلانات؟ اصل انا عارفه ان في عندنا مثلا البلانات بتتعمل تلوين كله حرفيا هاند ميد، كله ما ده كان في اولى مانيوال. الحمد لله، يعني هم سمحوا لنا ان احنا نستعمل عشان كده بقول لك انتوا كده متطورين. اصل هم احنا سمحوا لنا. عندنا احنا لحد رابعه مشروع التخرج بيبقى كده. بصي هو اساسا السنه اللي فاتت بس الوحيده اللي شفت مشاريع تخرج بالبرامج. بجد والله ما بهزرش، عندنا مشاريع ما خدتش فيها برامج. كله لا الحمد تعملي لله. فندق، بلان لفندق وتعمليه وتخلصيه، كله مانيوال، مفيش حاجه اسمها على ديجيتال فكره دي. هم بيحبوا المانيوال. بصراحه هو يعني هو مانيوال ليه مقارنه بالشكل، لو هنقارن بالشكل، لا انا اقعد بتفرج على المانيوال ده مفيش اي مشكله، اقعد اسبوع. بس مقارنه بالمجهود، لا انا ممكن اعمل البلان دي في 3 ساعات، ولا اقعد اعملها في 6 شهور. يعني ليه كده؟ والتعديلات كمان. يعني مثلا انا لما اجي اعدل حاجه، بدل ما يعني بعدين الشغل بيبقى على فرخ ونص فرخ، يعني
كل ده يعني بجد سنه اولى دي كانت صعبه، إن كان كلها بقى مانيوال ففي تعديل في فانا برسم البلان تاني من الاول، برسم غلطه هنا بعيد تاني من الاول، وعارفه يعني بتوجع قوي لما تبقي ملونه قوي. ده كفايه تمن الماركر. ده كفايه تمن والله. بجد هي بتوجع جدا. فلا احنا بنعمل بقى لما الحمد لله يعني سمحوا لنا ان احنا نستعمل البرامج، لانه التعديلات اسهل عليه يعني. هروح اطبعها تاني، بس هي صحيح الطباعه غليت، بس كمجهود بدني اريح. بدفع تمن صحتي. ايوه ايوه عارفاها دي. بس فبنعمل بقى بلان للارضيه وبلان للسقف. بلان السقف ده اللي بوضح فيه توزيع الاضاءه بتاعي شكلها ايه. ما انا مش اكيد مش هحط سبوتات وخلاص، او مثلا لما بيبقى فيه تصميم ويفضل ان هو يكون قريب للتصميم اللي في الارض. انتوا بتعملوا ماكيتات امتى؟ لما بيطلب يعني ملهاش سنه معينه؟ لا احنا عملنا ماكيت في تانية وكان في مادة ماكيتات اصلا في اولى كمان. بصي احنا في تجاري كان في عندنا مثلا مشروعين، مشروع زي كشك صغير ومشروع مع المحل، ده عملنا له ماكت. فهمت. مش كل مش كل المشاريع بتتحول لماكت. بالظبط، لان ده حاجه كبيره يعني، عارفه انت. انا فاكره احنا في السنه اللي فاتت في ثالثه كانوا داخلين بترابيزات وكراسي ومكاتب وحاجات كده وشكل عامل كده وشكل كانوا جايبين عربيات نقل بتنقل. والله ما بهزر، كانوا مش عارفين يروحوا بيهم وكده. احنا مثلا في جرافيك، ده مش صراع اقسام يعني، بس بجد احنا في الجرافيك مثلا ممكن من اول سنه بنبدا نشتغل، بندخل نشتغل. انتوا انا عارفه ان انتوا ليكوا تدريب وبعدها بتبداوا تشتغلوا. فاحكي لي القصه دي بتبقى ماشيه ازاي؟ يعني انتوا بتبقى مثلا في كليه بتوديكوا حته، ولا انتوا بتشوفوا مكان يعني الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ انت نزلتي تدريب اصلا الاول ولا لا لسه؟ نزلت تدريب بس مش كليه، مش تبع الكليه. الكليه ما بتديش تدريبات. لا عادي يعني اتكلمي بقى، احنا مش قاعدين في ما حدش هيحاسبنا. لا مفيش. لا بتدوري انت مع نفسك. تدوري ايه بقى؟ ما انا دي يعني انا دي معلم ما يعني لازم طبعا تبقي متابعه كل حاجه، تبع التخصص بتاعك. مثلا المقاولين العرب كانوا منزلين في اعلانات بتلاقيها نازله على الفيسبوك، بتسالي عليها وتشوفي بيبقوا كاتبين انهم عايزين ناس تدريب، ولا بيبقوا كاتبين ايه؟ في حاجات بتبقى تدريب كشرح، يعني انت بتنزلي مثلا موقع فيقعد يشرح لك الحاجات حلو، يعني في نفس الوقت انت عارفه نزلتي المكان وفي نفس الوقت بتاخدي معلومات. بس ده ما بيبقاش عارفه تدريب اللي هو شغل ان انت قاعده على المكتب تشتغلي، في نفس الوقت انت بتتدربي. فدي بتحاولي تتابعي بقى المكاتب لغايه ما تنزل ان هي محتاجه انها موفره تدريب وكده، وابعتوا السي في بتاعكم والكلام ده كله. وهي بتبقى توفيق من عند ربنا، يعني هي مش ما تقدريش دي تحكميها، لان العدد بتاعنا كبير جدا، كبير قوي. طب انتوا بتنزلي تدريب تعملي ايه؟ انا لسه ما نزلتش تدريب اللي هو بتاع الشغل الحقيقي. انت شرح بس، انت عامه اكيد انت عارفه معلومات اكتر مني. التدريب اللي هو بتشتغلي كانك بتشتغلي حقيقي. ايه بقى؟ ما هو اصل اللي بره المجال، انت قبل ما تدخلي الديكور اكيد ما كنتيش فاهمه احنا بندخل نعمل ايه. يعني انتوا على الاقل في الكليه دلوقتي بداوا يشرحوا لكم، الناس اللي نزلت تدريب بتقول لكم عملتوا ايه، الدكاتره اكيد قايلين لكم انتوا هتعملوا ايه. بس اقصد ايه الشغل العام اللي انتوا بتعملوه فعلا؟ يعني اللي بيدخل قسم ديكور يبقى عامل حسابه ان انت لما تدخل قسم ديكور هيتمرمط كده. بس كده انت ممكن تشتغلي موديلنج، بس في ناس بتقعد تشتغل ان هي ال 3 دي ماكس، ان هي انت خلاص خدتي التصميم من حد وبتبداي انت تظهريه على البرنامج وخلاص، هو دي شغلتك، وبيكسبوا على فكره حلو. في ناس شغلتها التصميم، في ناس بتراجع البنود دي كلها وتبدا تحط المقايسه وتبدا تحط الاسعار، طب اللي هنشتريه ده ايه. يعني فكره ان الحد ده مسؤول عن الحاجات دي. ممكن يبقى حد مش تبع التخصص، ان هو بس خد الحاجات دي ويبدا يظبطها، ممكن يبقى حد من التخصص. يعني في حاجات التكنيكال دروينج، الرسومات التنفيذيه للحاجات. يعني اي حاجه عشان تتنفذ ليها اكيد رسومات تنفيذيه. كمجال لينا برضو هو مجال صعب شويه، لو حد ما بيحبش رسم معماري. وفي بقى اللي بيعملوا كل حاجه، يعني هو لو مكتب صغير فانتي بتعملي بقى كل الحاجات دي مع بعض، ما بتعمليش حاجه صغيره. يعني كل ما المكتب يكبر او كل ما الشركه تكبر كل واحد ليه تخصص. بالظبط، كل حاجه ليها تخصصها. فميزه المكاتب الصغيره ان انتي بتاخدي خبره في كل حاجه. المكاتب الكبيره انتي بتاخدي حته وبتكبري بقى فيها بس. طب وبتعرفوا حد، انت عارفه حد بيعرف يشتغل وهو في الكليه؟
من سنه كام، او بيشتغل في ايه؟ في اولى. بيشتغل في اولى، بيشتغل في ايه؟ انا على فكره انا في بسالك ناس مش عشان انا بتشتغل، مش عشان انا عارفه لا وبتستهبل، انا فعلا ما اعرفش. في ناس بتشتغل في مكاتب، في ناس بتشتغل فريلانس اصلا مع نفسها، بس بيبقى بقى اللي هي انا بعمل لك التصميم وبديهولك، يعني اكيد انا مش هعرف اتابع. يعني مثلا انا عايزه مثلا بلان لشقتي، فاكلمك اقول لك انا عايزه بلان للشقه بتاعتي ظبطيها لي، بالظبط. ده بتعرفي تعمليه من الاولى عادي؟ اه عادي، لان احنا اصلا بنخلص سكني مم. من اولى، خلاص انت خلصتي سكني، كل حاجه سكني. فكره ان انت بتقولي ان اصلا ينفع اشتغل من اولى، دي بالنسبه لي لسه اول مره اعرفها. مم. يعني مع ان انا كنت بقعد اسال ناس كتير وبقعد محدش كان بيقول لي. طيب ايه الحاجه اللي بقى ما بيعرفش من اولى وتانية يعرف يشتغل فيها؟ ان انت تشتغلي بجد بقى، اللي هو تخشي جوه شركه ويبقى بقى بعقد حقيقي، ما اعتقدش انه المشكله في في. العقود، مش المشكله اه في الحاجات اللي عندكم او التكنيكال اللي انتوا بتاخدوه. لا ما اظنش، يعني اظن عادي ممكن نشتغل كسكني. مم. طبعا ما بيبقى مش هيبقى عندي كل الخبره ولا كل المعلومات اللي هاخدها بعد كده، وطبعا تصميماتي مش هتبقى زي، يعني انا مثلا في اولى غير طبعا في تانية، انا ببص على حاجه اولى دلوقتي ما بتعجبنيش. اكيد. ف طبعا كل ما بتكبري في الكليه كل ما بيبقى انت برضو دماغك بتكبر وتصميماتك بتفهمي التصميم اكتر، لان انت طول يعني حتى لو ما بتاخدي ماده مثلا اسس تصميم في اول سنه بس، فده مش معناه ان انت بعد كده مش هتعرفي التصميم ده بيتعمل ازاي. ل... انت عارفه طبعا التعديلات هي اللي غلط ونعيد تاني، طب وبتبداي بقى تفهمي واحده واحده. طب انت شايفه ايه اوحش حاجه في القصه؟ اوحش حاجه في القسم عمالين نقول حاجات حلوه اهو، يعني ايه اوحش حاجه في القصه؟ ضغط شديد. قولي بالظبط ايه اللي بيحصل فيكم، عشان يعني اللي مش اللي عايز يدخل يفهم. عشان انا مع اه ان اي حد عايز يدخل ديكور، مش عايز ادخل ديكور عشان ابقى مهندس. انا لازم افهم ابعاده، لازم افهم انا بعمل فيه ايه، لازم افهم انا ما بشتغل فيه ايه. بننامش بالمعنى الحرفي، ونصيحة مني ناموا، يعني دي نصيحة أحب أوجهها لأي حد هيخش. لا ناموا، لأنه بصي ما كنتش بنام بتيجي على صحتك جامد، وهي يعني مش كله مستاهلة. رايح. اه بس كله وفي رايح. الآخر بجد انت لما بتنامي يعني هتطلعي شغل، يعني انت هتبقي فايقة، فهنقلل، عارفة هنقلل التعديلات شوية، أو على الأقل هتبقي راضية باللي انت عاملاه. الشغل كتير، يعني هم بيطلبوا حاجات كتيرة قوي، والدكاترة مفيش حد مثلا هيقول انه ده طلب كذا او ده. ما حدش هيراعي الشغل قصدك. مفيش حد بيراعي فهو الشغل كتير قوي و... وتقيل وبيبقوا فاكريننا ان احنا فاهمين، عارفه انت في الاول انت لازم طبعا. تدخلي الكليه وانت مقفله اللي جاي، انت جايه اصلا يعني كده ايه، تراجعي بس على اللي انت خدتيه وانت في ثانوي، فاهمه؟ فبيبقى الموضوع بجد طبعا صعب جدا. اللي احنا بنتكلم فيه ده كله على قلبين زي العسل، اه لا تفتكروا ان هو مضايقنا ولا حاجه. احنا اساسا بتيجي الاجازه وبنبقى عايزين نرجع تاني، احنا ده حقيقي. والله هموت وارجع. انا بدور على ورشه في الكليه عشان ارجع، مع ان اه انا مطحونه. انا خمسه فن جابت اجلي. الضغط. والتعليقات السخيفه. اه نتكلم على الجزء ده بعدين، نبقى نيجي للمميزات، عشان ده جزء مهم قوي، عشان لازم واحد يبقى معاه دكتور نفسي وهو داخل اه ديكور. لا يعني لازم بجد، يعني والتعليقات كتيره، يعني هي ولازم يبقوا عارفين ان ده طبيعي جدا، لسه ما بتقطع حدش. لكم سكتشات وكده ولا خلاص؟ يعني هو مش تقطيع، بس يعني الاكس الكبيره دي بالقلم الجاف. ما هي زي التقطيع. فرقتش كتير. صحيح. لازم يبقى يعني انت بتخش تعدل، في يعني والله دكتور نفسي قاعد جنبك، اللي اه هو معلش. بالظبط. معلش. نعيد تاني. هيحصل ايه هيحصل ايه عادي. صحيح. طيب ايه بقى اللي مصبرك؟ ايه اللي مصبرك على ده مش يعني؟ عارفه بجد، انا نفسي انا نفسي مش عارفه، بس انا بحب. جلد الذات، والله العظيم والله علاقه توكسيك. اه بقول لك علاقه انا توكسيك. انا عارفه كل عيوبها وداخلاها برجلي. بس هي جميله، الفرص بتاعتها تشتغلي على نفسك وكده، وتحسي نفسك عارفه الناس بدات يعجبها شغلك وكده، وبتحسي كده ان انت ايه ده، انا بيطلع مني، عارفه لما تحسي الاحساس ده، فبتلاقي نفسك لا مكمله يعني، غير لما طب ما انا قاعده ما بعملش حاجه، مفيش حد، طب التصميم معرف، يعني عارفه لما بتدي كل اللي عندك هتطلعي حاجه حلوه، واستغلوا الفتره اللي انتوا فيها الكليه، احنا مش في الكليه علشان نضيع ال5 سنين دي وخلاص، احنا
في فتره لازم نشتغل فيها. ما لو كده ما كنتش دخلت الكليه اصلا. حتى لو انتوا حاسين ان في الكليه ما بناخدش حاجات كتيره قوي، او كنتوا نفسكم تاخدوا حاجات اكتر، استغلوا اللي موجود وزودوا عليه. يا اما ما تكملوش اصلا. ما هو لو هنفضل نشتكي منها، ما لا هنطلع بفايده ولا هنتقدم لقدام. المكان هناك اصلا بيحببك فيها. يعني احنا بنحس ان احنا هناك ما بنحسش احنا بنقعد هناك اكتر ما بغربه. بنقعد في بيتنا. يعني بالظبط. والناس هناك حلوه، يعني انت بتتبسطي، يعني بتحسي نفسك قاعده في البيت، يعني ما طب انت بتحسيش. شايفه ان في ناس ممكن تاخد كورسات وتعرف تشتغل في ديكور؟ في ناس كده، انا ما هبقى اكدب لو ما قلتش كده. ايوه ماشي، في ناس بتعمل ودي كده. مش حاجه وحشه، عادي عندنا في مجالنا كتير. كتير قوي يعني. ما ده بقى يخليني اركز اكتر في شغلي، لان انا طب انت المفروض شوفي ايه الفرق ما اتميز. بينهم؟ يعني ايه الفرق بين حد دارس وحد واخد كورسات بس؟ حد واخد كورسات هو بيقلد تصميمات موجوده، بيقلد. ما هي بنترست موجود قد فيه، يعني حاجات قد كده. المفروض ان انا على الاقل اطلع من الكليه ان انا اعرف اعمل انا تصميم من نفسي. طب لو حد عايز ياخد كورسات ثانويه عامه ما جابتلوش الكليه، وعايز عايز يدخل مجال كان حلم عمره انه يدخل ديكور، شايفه ان هو ممكن جنب الكورسات يعمل ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن يطور فيها نفسه؟ اكيد مش هتعوض طبعا 4 سنين كليه، بس يعني اللي هو يطور فيها نفسه. لان انا شايفه ان هي مش بالكليه. يعني احنا ذات نفسنا بنتعلم بره، يعني أكيد. الكليه بتحطنا على الطريق بس. زي ما انا اديكي لينك كده مثلا على اليوتيوب واقول لك البلاي ليست دي روحي اتفرجي عليها، وانت ممكن بقى استفاد منها ممكن لا. فعشان كده بسالك، يمكن انت برضو شايفه في المجال اكتر عيوبه ومميزاته. الناس الخبره فيه اسمع لهم، ما احجرش دماغي، مش لا هو ده الصح، هو ده وخصوصا لو حد بره المجال، فهو انت مش عارف اصلا ايه الصح من الغلط. فاسمع للي قدامك وما تحسوش ان هو بينتقدك شخصيا. يعني احنا اساسا بسبب الانتقادات اللي احنا بنقولها، فاحنا بقينا بنشوف برضو الغلط قبل، يعني العيب اللي في التصميم نفسه. وده اللي هيطور من نفسه. يعني هو لما يغلط في دي هتعلق في دي، هيعمل في دي، هيجمع معلومات يعمل بيها، او يقرا كتب بقى ليها علاقه بالتخصص، يفهم اسس تصميم، الوان، اضاءه، خامات. مش مجرد برنامج بنتعلمه عرفت احط شويه بلوكات وخلاص. هي مش كده. هي انا ازاي اوفر الراحه للانسان ده، اذا كان في بيته، اذا كان هيخش محل، اذا كان سياحي. انتوا بتغذوا بصركم وبتطوروا من نفسكم ازاي؟ في بيهانس تبقي متابعه ناس بقى كتيره في المجال بتاع الانتيريور، وتتابعي ناس بره برضو، هتشوفي بقى اختلاف التصميمات بتاعتهم. مش هتبقى مختلفه عن بنترست. اصل بنترست تقريبا احنا حفظناه من كتر ما احنا قاعدين فيه. بس اعتقد اللي هيتفرج علينا دلوقتي، اعتقد ان هو لسه ما يعني، يا اما لسه في اعدادي مثلا وعايز يقرر هو يدخل قسم ايه، يا اما هو مش في كليه اصلا وعايز يعرف الديكور دي عباره عن ايه، او لسه في ثانويه عامه وعايز يدخل ديكور. يعني لو هو بيتفرج وهو خلاص خلص، يعني يستفاد من الاثنين عادي. يعني مش يعني لا هو لو حد لسه ما دخلش عادي بنترست، هيبقى بالنسبه له كلها حاجات جديده. ببحث على ايه بقى؟ على البلانز ولا ببقى في حاجه لا معينه؟ انتيريور ديزاين. عايزه اشوف بقى بلان والحاجات دي، دوري على البلان، سيكشنز، مناظير، برسبكتيف بقى بالانجلش عشان ما ندورش بالعربي، عشان يطلع لك حاجات كتيره. ممكن ادرب نفسي طالما انا لسه في البدايه خالص، ارسم مناظير واشوف نفسي، لان ممكن ما احبش الموضوع اصلا. ده اللي كنا بنعمله في كورسات القدرات اصلا. يعني مهم قوي والله، فعلا مهم جدا. يعني مهم جدا جدا، واتقالت لي كذا مره مهم جدا لما تيجوا، لو انتوا في ثانويه عامه وبتيجوا تختاروا هتروحوا امتحان القدرات، هتاخدوا انا مش بقول لكم عشان تروحوا سكيلز شو ولا المكان اللي برشحه ولا اي حاجه، بس والنبي يعني اسالوها، جربوا، اسالوا قبل ما يعني قبل ما تروحوا للمكان، انتوا هتاخدوا كورس مع مين، ومستوى اللي ما تفكروش في سنه، ما تشوفوش هو بقى باشمهندس، عشان كل الشركات دلوقتي بقت بتقول ان هو باشمهندسين. واقول لكم ان 99% من الشركات مش شغاله ناس متخرجه. مفيش باشمهندس هيشتغل في كورس بالظبط. فاروح اشتغل بشهادتي. ايوه. فهي مش بالسن خالص، مش بالسن والله العظيم. انا كان عندي واحده في اولى بس مش فاكره اولى ايه، اولى تقريبا كانت اولى ديكور برضه. والله العظيم واحده جت معاها
بتوريني شغلها في رابعه، والله ما جت ربعها. اهتموا بالموضوع ده ليه؟ علشان انتوا بتلبسوا لما بتيجوا تدخلوا الكليه، لا هيبقى معاكم منظور صح، ولا يبقى معاكم نظريات الوان صح، ولا هتعرفوا تلونوا، ولا هتعرفوا تختاروا الالوان، ولا هتعرفوا يعني ايه ملامس، ويعني ايه ظل ونور. الظل والنور ده الظل والنور ده ده ناس كانت مكمل معانا في بتيجي كله، حتى في الكمبيوتر. وناس بتيجي تقول لي انا كنت متعقده من الباشمهندس اللي كان بيديني بسبب ان انا من ساعتها ما اعرفش اصلي. فما تحطوش نفسكم في الريسك ده. الاساس انا ما بقولش انه مش هيتصلح بس بعد فتره. الاساس مهم، والله الاساس فعلا مهم. انتوا بتاخدوا اساسيات كل الاقسام حرفيا. التظليل اللي انتوا تشوفوه اهبل، اللي هو التظليل بالرصاص ده، انا لحد دلوقتي بتعلم عليه وبشوف تكنيكس مختلفه، وبشوف بالقلم الرصاص وبالقلم الجاف وبالفحم بشوف تكنيكس مختلفه علشان اعرف افهمه. لحد دلوقتي بقالي 6 سنين، لان من ثانويه عامه، من 6 سنين بتدرب على التظليل. عارفين يعني ايه؟ وكل مره اكتشف حاجه مختلفه وما بسيحش. يعني انا حتى ما بسيحش، حتى عشان ما اسيلش على نفسي ما بسيحش. فالاساس لازم يتاخد صح. والدكاتره يعني ما تفتكروش ان انتوا هتضحكوا على الدكاتره او الدكاتره بتشوف الغلط قبل الصح يعني. وده بقى مش بس في الامتحان، ده لغايه ما تتخرجوا هي عينيها بتلقط الغلط قبل الصح. وده مش حاجه وحشه يعني، ده احنا بنتعلم، احنا في الاخر احنا داخلين الكليه بنتعلم يعني. بس حاولوا تجربوا نفسكم برضو يعني. اللي ناوي يخش الكليه يجرب نفسه كده في يعني انا مثلا عاجبني مثلا جرافيك، بص على حاجات جرافيك، هل انا هعرف مثلا اكمل في الموضوع ده ولا انا بس بحبه من بره. انتوا ايه الفرق ما بينكم وبين هندسه؟ انت شايفه ايه الفرق ما بينكم وبين هندسه او بين بالذات هندسه عماره؟ عماره احنا جوه، انا بستلم العماره، ما بستلم، ما مش انا اللي بعمل العماره، انا ماليش دعوه بتصميم العماره، لكن انا ليا دعوه باللي جوه. انا ممكن اصلح معماريا فيها، يعني مثلا لو في حيطه ينفع اهدها ابني مكانها، الكلام ده كله بما يناسب الاشخاص اللي هيعيشوا فيه. لكن انا ماليش دعوه بخرسانه، ولا برضو المعماري ده مدني، في اساسيات انا ما بتدخلش فيها. شباك انا بلتزم بالشباك انه موجود وابدا اعالج فيه، اعالج العمود لو موجود اشوف هعالجه ازاي، هعمله ازاي. عماره اكيد طبعا لازم يدرسوا حبه انتيريور، ما هو هي ميكس اكيد، هو كله ميكس، بس كل واحد في تخصصه، كل واحد في تخصصه. بس ده يعني ما يخلينيش ان انا اكتئب يعني، ده يخليني ان انا اشتغل اكتر على نفسي عشان افرق يعني. ما انا في سوق مليان قد كده، لازم اشتغل على نفسي عشان افرق وسط الناس دي. ان انا يا جماعه طب انا عندي مهاره كذا، طب انا اعرف برنامج كذا، في برامج كتيره يعني. مثلا الحاجات بتاعه الفي ار وكده دخلت، يعني ان انت تعيشي الشخص اللي قدامك ده جوه المكان بتاعك ويخش بقى ويتحرك في المكان من غير ما حتى نكون حطينا اي حاجه في الشقه. فدي طبعا برامج جديده ما كناش نسمع عنها، المفروض ندور فيها. مثلا زي انريل انجن، في حاجات بقى في الفيديوهات، اعمل فيديو للمكان واظبطه، دي موجوده اصلا. طبعا استعمال الاي اي لسه قايلين يعني ده لازم، ده اذا يعني الاي اي ده مش بس يساعد، يعني ممكن يساعدك في الريندر، تخلصي ريندر في ثواني بدل ما بتقعدي جنبه 80 سنه وتنامي وتصحي تبوظ اصلا. ان انت تطلعي كونسبت كمان على فكره، يعني ممكن تقعدي تكلميه كده وبجد مليان افكار، ومش هتبقى متقلده او اتشافت قبل كده. بالظبط، انت بتعملي كانك بتعملي عصف ذهني مع جهاز مع جهاز. انا مش عارفه ايه ده بس هو حاجه حلوه يعني، ما نقدرش ننكر بصراحه. بصراحه خلتني ان انا اول ما اخش مكان، يعني مثلا ما كنتش باخد بالي من التفاصيل بتاعه الحاجه. لسه كنت بقول لك مثلا انا الكلاسيك ده ما كنتش بحبه خالص، بقيت اقدره. مثلا الشغل الاسلامي رهيب، انت قاعده جنب الحاجه مش عايزه تقومي، انت انا فاكره اتعملت ان ازاي. انا في متحف انا قعدت 6 اسابيع في اعدادي في المتحف الاسلامي، كان المفروض بيبقى اسبوعين بس، انا قعدت 6 اسابيع، كانوا اسعد 6 اسابيع في حياتي عشان كنت باكل من عمو بتاع الفطير وكده لا بجد كنت من اكتر الاماكن المريحه نفسيا، اكتر الاماكن اللي بتخليكي انسبيريشن لحاجات كتير قوي. اعتقد ان انا بسبب القعده بتاعتي دي كل شغلي يعتبر يعني مش يعتبر بس يعني كل شغلي لو مش ستايل اسلامي الوان اسلاميه. الوان هو مريح
وتفاصيله انت هتفضلي طب عملوها ازاي؟ يعني بتفضلي، طب ما كانش في ادوات، طب ازاي نسخة من بعض؟ اكيد في حاجات بتخوفك، اه يعني اكيد مفيش حد بيفضل ايجابي طول الوقت. ايه اكتر حاجه في المجال ده بتخوفك؟ فرص العمل طبعا. برضو كبنات، فانت برضو الشغل عندك مش مفتوح كل الحاجات يعني زي الرجالة. ان انت تنزلي مثلا موقع او مش ممكن، مش كل الناس هتبقى حابة ان هي تقف وسط العمال او كده. انا على فكرة ممكن انزل عادي، بس عارفة اللي قدامك ممكن ما يديكيش الفرصة ان انت ممكن تنزلي، فاهمة قصدي؟ في طبعا شوية خوف، طب انا هشتغل ازاي؟ طب انا لما هطلع هشتغل ايه من دول يعني؟ طب ما انا ممكن اصمم ولا اعمل موديل ولا اعمل انهي واحده فيهم؟ فدي طبعا تخوفات. طب هرتاح لايه؟ طب هكبر في انهي واحده؟ طب اجرب حاجه مثلا اشتغل في الجيمنج، مع مثلا الجيمنج بيبقى ليها برضو انتيريور ديزاين والحاجات دي يعني، بيبقى ليها سيت اب كامل، دي فممكن. معلومه اول مره اعرفها. بجد يعني مثلا العاب البلاي ستيشن وكده، الاماكن قصدك؟ المكان اه ماشي، نفسه المكان بيبقى بتاعه. ليه سيت اب، في مهندسين من عمارة او ديكور بيشتغلوا في الكلام ده وليه. مش كل الناس بتقدر فكره ان انت لازم تجيب مهندس ديكور معاك. اي كافيه بندخله، اي مكان مميز بنشوفه، ايكيا مثلا. ايكيا ده مثلا بالنسبه لي مقاطعه يا جماعه، بس بالنسبه لي انا بحب الحاجات حتى لو هي مقاطعه، علشان برضه يا رب ادعوا بس يا رب لاهلنا، يا رب يا رب ربنا ينجيهم من اللي هم فيه. يا رب. وقطعوا يعني اي حد بجد ما بيقطعش دلوقتي ما عندوش دم، ومش شايفه له مبرر. و... وانا متنمره وبدعي عليهم. وبصوا يعني انا ممكن عمري في حياتي ما وصلت للمرحله دي، واسفه اني باخد من وقت الحلقه في الحوار بس يستحق. مم. انا عمري في حياتي ما كنت بتكلم على حد او بتنمر على حد، او ممكن اشوف حد بيعمل حاجه كنت دايما مهما عمل، يعني مهما عمل عمري ما قلت حاجه عليه، بدعي له بالهدايه وخلاص. بس لو انت لحد دلوقتي بالذات، ان اكيد اللي هيتابعوني من 18 ل مم. 26 سنه مثلا، 27 سنه، 30، لو لسه ما بتقطعش وشايف ان هي مره اصل فيها ايه، فكر كتير قوي قوي قوي، لان اخواتنا انت والله. انت بتعمل حاجه مش حلوه ابدا. انت بتعمل، انت يعني تخيل العكس، انت ليك اخوات اكيد، ليك ام، ليك اب، لو حصل لهم نفس اللي حصل ده، لو شفت حد بيشارك في ده بطريقه مباشره او غير مباشره، انت ذات نفسك مش هتسامحه. فانا مش مسامحه اي حد لحد دلوقتي لسه بيروح ياكل في ماك وكنتاكي ويقعد في ستاربكس ده يعني، ده انا يعني بمنتهى البجاحه انتوا بقيتوا، يعني بقى الموضوع رجع زي الاول وبمنتهى البجاحه. انا اسفه انا بتعصب في الحوار ده، بس فعلا كان في الاول الدنيا تمام وخلاص، الموضوع بدا يتطرمخ عليه وبدا كل واحد يرجع. يعني انا مش بقول لكم مثلا الحاجات الثانويه، لا ده معروف ان ماك اتشافت صور واتشاف الفيديوهات واتشاف، ومعروف ان كارفور مثلا، كل البراندات دي معروفة ان هي بتدعم، وانتوا ستيل لسه موجودين. مش كله طبعا، يعني فئة الشباب اصلا والله العظيم الاهالي اللي محتاجين نتكلم معاهم مش الشباب، والله العظيم العيال الصغيرة. انا اختي جانا اللي قد كده، اللي قد مم. كده، تقول لبابا وماما مقاطعة. لا انا مش هجيب الحاجة الفلانية علشان هي مقاطعة، لا مش، وتبقى هي هتموت على حاجة. اختي بتحب ماك قوي هدية عيد ميلادها بالنسبة لها وجبة ماك، لا مش هجيبها السنة دي، انا مش عايزة ومش عايزة اجيب اكلها تاني. فانتوا متخيلين عقول الاطفال وعقول الكبار دلوقتي بقت عامله ازاي؟ فلو انت ما بتقاطعش يبقى انت عندك مشكله كبيره لازم تراجعها مع نفسك ومع علاقتك بنفسك وعلاقتك بربنا، لان لا احنا لا هم هيسامحونا ولا احنا هنسامح والله في الحق ده. دي الحاجة الوحيدة اللي احنا عارفين نعملها. بالظبط، ما تجيش عند الحاجه فعلا الوحيده اللي لازم تعملها. ودلوقتي بقى في بدايل، ودلوقتي حتى البيبسي بقى ليه بديل دلوقتي ونزل، مش مهم يبقى اعلان عادي، في 7 وحاجات تانية مم. موجوده بقى ليها بدايل. لو انت مشكلتك في البديل، مع ان ده اصلا مش مبرر، يعني بقى في بدايل وبقى في اماكن و... وانا بقيت باخدها على فكره من محمل تاني خالص. بقيت باخدها فكره ان انا ليه زمان، والله بقيت بلوم نفسي ليه زمان ما كنتش فعلا بشوف الحاجه المصري ان انا هاخدها. مم. طب ما انا كده اكن حد من صحابي فاتح مشروع فبدعمه. بالظبط. حلوه او وحشه دي نتكلم فيها، يعني نطور فيها. وفي على فكره براندات ما كانتش حلوه، ولما حصل الموضوع وظبطت. ده بداوا يطوروا من نفسهم. لو كل واحد يقعد يكبر دماغه، لا اصل هي مره، لا مش هيحصل فيها حاجه، لا بيحصل. ودي بتشوف ده لسه الحاجه ما خلصتش لسه، ده الموضوع زاد يا جماعه.
لو قعدت اكلمك كده للصبح مش هخلص الصراحه. نرجع لايكيا تاني، بحب الانتيريور ديزاين بتاعهم جدا، بحب الافكار بتاعتهم، كل لمبه محطوطه في مكانها، والله ما بهزر. انا في مره دخلت بس ما كنتش اشتري حاجه، دخلت بس عشان اشوف هم منظمينها ازاي، معمول متاهه ان انت ما تعرفيش تخرجي، والمتاهه ان انت تلفي الايكيا كله لحد ما توصلي للكاشير، ما ينفعش تخرجي. هو طبعا تنفع يعني بس لازم تبقي رايحه كذا مره، معموله متاهه، ومعموله ان انت كل قسم معمول بحرفيه، وان انت شايف الحاجه مكانها. ما ده مش شغلانه، ده شقق في ايكيا. ما هي دي شغلانه برضو، يعني شغلانه ناس بتبقى متخرجه من عندنا وهي اللي بتظبط الحاجات دي. يعني ده برضو مجال عشان ما قلناهوش. يعني برضو الكتالوجات برضو بتاعت مثلا ان الحاجات بتاعت الستاير والسيراميك وكده، ان هي تتنسق بالطريقه معينه دي، ما برضو بيبقى حد من تصميم داخلي يعني لما انت تيجي تفتحي مكان وتجيبي مهندس ديكور اغلى، بس انت بتبقى مميز يعني انا مثلا لو في 10، ده لو في 10 في مليون، 10 محلات، لو 10 كافيهات بيفتحوا في المكان اللي انا فيه، طب ما كل ال10 كافيهات هيجيبوا لمبتين وكرسيين وترابيزتين، والموضوع كان خلاص. انت ايه اللي هيميزني؟ على قد ما بتدفع، والله الموضوع ده مهم، على قد ما بتدفع لسه ناس مش عارفه ده، بس دلوقتي انا بقيت بشوف اماكن كتير متعوب فيها بصراحه، وبتفرق والناس بتروح بالظبط، وبيتعمل لها دعايه بسبب ديكوراتها، مش بسبب اكلها وشربها، وبسبب الديكورات. انا فاكره في مطعم دلوقتي معمول، اعتقد هتبقي عارفاه، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتات يا ولاد. معمول، هو بيعمل كل الاكل، بس اللي ميزه وخلى الناس تعمل له دعايه ومش عارفه ايه وبتاع، هما محلين، محل بتاع حلويات عشان كل الديكور بتاعه لونه اصفر في ابيض، بتاع حلويات في المعادي اصلا. تاني محل كان عامل هو حاجه او حاجه، عامل اللي هو الازرق واللونين الازرق واللي هو البامبا ده، وعامل اللوكيشن كله اكنه زي الاستوديوهات بتاعت عارفه انت جاتا والحاجات دي كلها، عامل الديكور كله اكنه جاتا. ده اللي شهره مش اكله، يعني الناس دلوقتي بتروح تتصور في الاماكن بالظبط. حاجه الحته رخمه، بس يعني حابه اسالها بصراحه. اكيد شايفه ان هو بيدخل فلوس، بس شايفه الرينج بيبقى قد ايه؟ انت شايفه الرينجات بتبقى ايه؟ اللي هو انا مثلا لو انا جيت طلبت منك او من حد متخرج، عشان ما نحطكيش في الصوره يعني، طلبت من حد متخرج انا عايزه اعمل بلان للشقه بتاعتي، هتجوز، هتخطب، ايا كان، على اعملي الديكور بتاع المكان. اصل هي بتفرق على حسب المساحه وعلى حسب المطلوب. انا بقول لك رينج عشان كده، اللي هو مش هتبقى رقم ثابت، هو بس ما فيش رقم، هو انا مش هعرف اديكي رقم مينيمم، اصل هو على حسب المساحه. بجد انا ما اعرفش هزنقك وهقول لك 200 متر. يعني ما تحطيليش الحته دي عشان هزنقك عادي. طب عايزاه كلاسيك ولا مودرن؟ عايزاه يا راجل ايوه هل تكلفه ده هو تكلفه ده؟ وبعدين مكتب صغير ولا مكتب كبير؟ انت شايله الشغل كله ولا انت مع نفسك؟ وهقول حاجه المفروض ما اقولهاش، بس حسب الكلاينت برضه، وحسب الكلاينت. ما هو الكلاينت ما ممكن يبقى كلاينت في يعني عايز يعمل احسن حاجه، في حد لا بيديكي بادجت اعملي في الحدود دي. فطبعا كل واحد على حسب الحاجات دي ونسبتك بقى في الشغل، دي اللي بتفرق. وطبعا النسب دي بتبقى من شركه لشركه بقى، وبتبقى دي اساسا حاجه يعني العميل ما بيبقاش عارف نسبه المهندس يعني واخد ايه ولا مش واخد لا ايه. انا بقول لك البادجت بتاعتي كلها، مالكش دعوه بقى انا بدي مين كام، انا فاهم. فلا انت ما تعرفيش تحكميها، انت بتعرفي تحكمي. مثلا انت لو هتعملي مثلا طالبه مني مثلا تصميم اوضه، فانا عملتها لك واديتها لك. ودي يعني بصي اللي مكتوب على النت انه مثلا المتر مثلا $3 او حاجه كده، ده اللي مكتوب على النت. يعني في ناس بتعمل باسعار قليله قوي، في ناس بتعمل يعني بتحط 5 يعني دي اسعار مش عارفه احسها قليل يعني، فاهمه؟ في ناس بتحط اسعار فعلا قليله جدا عشان تجيب زبون، واللي هو عارفه انه الشغل يبقى كتير احسن من انه يبقى وعارفه وتجيبي فلوس. في ناس لا بتحط قيمه اللي هي يعني تعبها في الفلوس اللي هي حاطاها، وبيبقى من حقها يعني انتوا بتتحاسبوا المفروض بالمتر. برضو دي معلومه اول مره اعرفها، فانا عشان كده لان مثلا انا مثلا في الموشن بتحاسب بالثانيه. لا دي اول مره اعرفها برضه. اصل الموشن ده انت الثانيه دي ممكن تقعدي فيها اكتر من ساعتين بتعملي فيها عادي جدا،
فانت بتتكلمي في ثانيه، اصلا مثلا الانترو مثلا بيدخل له في 15 ثانيه 12 ثانيه. لو هتعملي فيديو لوجو مش عارفه هتحركي بتاع اخرك 30 ثانيه، ده انت تبقي عصره نفسك كده اللي هو ايه. انا بتكلم الحاجات الصغيره مش الفيديوهات الكبيره طبعا. فبنتحاسب بالثانيه، لان انت الثانيه دي انت بتشوفها ثانيه، بس انا بعمل في الثانيه دي ايه، تعبي حوالي ساعتين 3 وممكن اكتر في ثانيه، عشان انا عايزه اظبط لك حركه معينه بشكل معين بسكريبت معين انا عاملاه لك. ففي ناس ما تعرفش الحوارات دي اصلا، ما تفهمش ان فكره ان انت تتحاسبي بالثانيه، عشان في ناس عشان كده في ناس من الشغل قوي. بتستهون بالاسعار اللي هو انتوا بتعملوا ايه يا جماعه. توقع 5 فن في الاول خالص عن ايه قبل ما اقول لك؟ اول حاجه انت شفتي على الانستا والحاجات دي والريلز وبتاع، انت كنوران يعني انت خلاص هتتخرجي يعني، فكنت فاكره ان هو مثلا مشروع هيبقى خاص بيكي، مثلا حاجه تبع التخصص بتاعك طبعا مشروع التخرج يعني قصدك؟ لا تبع التخصص بتاعك. ماشي. يعني حاجه يبقى ليها علاقه بالجرافيك، او مثلا مشروع ليكي او كده يعني. ما كنتش متوقعه ان هو يبقى ليها حاجه علاقه بالاقسام او كده يعني. طب كنت متوقعه قبل ما تيجي ايه، وبعد ما جيتي حسيتي ايه؟ يعني كنت خايفه. انا كنت مقلقه. بس لا يعني الحمد لله. الحمد لله، هذا قدر ولا طب قدر ولا طب. طب انت في لينكات او في حاجات معينه او حاجات مثلا اتفرجتي عليها؟ يعني احنا قلنا دلوقتي بيهانس وبنترست، في مواقع تانية بتتفرجي عليها او في مثلا ناس معينه دايما بتتفرجي عليها في المجال يعني بتاعنا الموجود على اليوتيوب او كده؟ بتلاقي معظم الحاجات اكتر كتعليم للبرامج. طب والحاجات دي فعلا مفيده ولا؟ لا مفيد. في حاجات بجد انا ما يعني انا خدت مثلا كورسات بره، بس عارفه التبس اللي عارفه انت مثلا بتبقي قاعده تعملي حاجه في 5 ساعات، تلاقي في حاجه خلصتها لك في دقيقه، وانت ما كنتيش تعرفي. ما انت اكيد الكورس مهما كانت مدته ايه مش هتعرفي كل الحاجات اللي موجوده فيه. ففي حاجات كتيره جدا على اليوتيوب بتسهلك الدنيا وبتخليكي اسرع في الشغل واحسن بكتير، وبتخليكي بقى تطلعي افكار، لان عارفه انت لما تبقي عارفه ان الحاجه دي مش هتعرفي تعمليها على البرنامج، فلا يا عم الغي الفكره دي. ودي حاجه من الحاجات اللي دايما الدكاتره ما بيحبوهاش في ان احنا نشتغل كمبيوتر، ان هو احنا بنشتغل على اساس انا بعرف اعمل ايه على الكمبيوتر، مش على اساس فكرتي. لكن انت لما بترسمي انت سكتش، فانت بتعملي زي ما انت عايزه. انت اي خط هتعمليه هتعرفي ترسميه، اللي انت بتفكري فيه بتعرفي تعمليه. بس مش دايما اي حاجه بتبقي عاملاها في السكتش بتعرفي تطلعيها في البرنامج. انا مبسوطه ان انتي معايا جدا، يعني انا مش عايزه اصلا الحوار يخلص ولا عايزه البودكاست يخلص، بس انا مستنيه جدا جدا ان شاء الله يعني لو كملنا البودكاست ده على خير بعد 2 سنين اجي بمشروع تخرجك ونفرجه للناس ونوريهم انتي عملتي ايه. انتي اصلا انتي حاسين انا كبرت، فاللي هو يعني والله عايزين احنا نتفرج على مشروع التخرج بتاعك. فكرنيش والله العظيم انا مكتئبه قوي بسبب حوار مشروع التخرج. ليه؟ بس الواحد الموضوع صعب والله العظيم بجد. الموضوع بجد صعب، تفكيره صعب قوي، انك هتعملي مشروع واحد وماتيريالز هتطبعي وهتعملي على سكيل كبير ولسه مش عارفه هتعملي ايه، ولا كونسبت ولا ليكي ولا مثلا. يعني احنا الدكاتره عندنا مثلا بيقولوا اعملي اللي انت عايزاه. ما هي دي مشكله بجد، انا ببقى نفسي اللي يحددوا لي. طب ماشي انا اعمل، انا مش عارفه انا عايزه ايه. يعني انا لو اعرف انا عارفه دخليني في كل حاجه عادي، بعرف اتصرف. عارفه الجيش قالك بعرف اتصرف جدا، بس ما تحطنيش فكره ريسك ان انت اختاري يا دي النيله. ما انا لو كنت عارفه اختار كنت عملت. ما علينا انا مشروع التخرج ده لسه يعني لسه ليه حلقات وحلقات. انا مبسوطه، ويعني ايه، استنوا ليلى معايا في سكيلز شو الفتره الجايه ان شاء الله يا رب على خير، يعني في امتحانات القدرات وكورسات القدرات. هتبدا بعد ثانويه عامه على طول، مش دلوقتي. خليكم في ثانويه عامه يا جماعه، ركزوا في امتحاناتكم وسيبوا الموضوع ده اسهل مما تتخيلوا، والموضوع بيبقى بسيط وبتدخلوا وبتنجحوا والدنيا بتبقى زي الفل. فما تشغلوش بالكم بالموضوع ده دلوقتي، لسه عشان ناس كتير قوي بتسالني على سكيلز شو بدات ولا لا. عشان المجموع مش وقته يعني. السنه الجايه كمان فيها حاجات كتير حلوه قوي، بس مش هقول يعني. ما تدوليش في داهيه. مجال الديكور كبير وواسع ومحتاج انك تكون حبه جدا عشان تستحمل تعبه. واي حد بيحب حاجه بيتعب فيها بيبقى مبسوط، مفيش اي مشكله فيها. فمجرد ما انت حبيت المجال ايا كان بقى الاقسام من ال 14 قسم بتاع الكليه، اللي ان شاء الله يا رب نقدر في البودكاست ده نجيب كل الناس الشاطره فيه
كل المجالات وكل الاقسام، واكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين اقسام ايه، عايزين نتكلم عن اقسام ايه، عايزين ايه الحاجات اللي لسه في ديكور حاسين انتوا عايزين تعرفوا عنها، ايه الحاجات اللي انتوا حاسين ان احنا ما جاوبناش عليها. اكتبوها في الكومنتات وصدقوني في كل الحلقات الجايه هتلاقوا اجابتكم اكتر كمان. بجد مش عايزه فعلا مش عايزه البودكاست يخلص، بس اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الثالثه او الحلقه الجايه. انتوا اصلا كملتوا لحد دلوقتي، مش عارفه الحلقه هتبقى كام قد ايه بصراحه، مش اعتقد هتبقى ساعه برضه. هي الساعه لابسه بس يعني لو انتوا كملتوا لحد دلوقتي يبقى انتوا عظمه. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله. انا انا مبسوطه. ما كنتش عايزه تخلص.